السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو ديال اليوم. كيف ما كتشوفوا غنوجد معكم اليوم المربى ديال المشمش او الكونفيتير ديال المشماش. كيجي صراحه زوين وبنين بزاف، حسن من ديال الحانوت، وكتعرفي بانك مصاوبه بيدك بدون مواد حافظه وكيصدق حسن صراحه، وكيجي لذيذ وبنين بزاف، وكتحتفظي عليه بطريقه طبيعيه كيف ما غادي تشوفوا معايا. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا غسلت المشماش مزيان ونشفتو، ما تخليوش فيه زعما الماء، حاولوا تنشفوه مزيان. يعني عندي مقدار ديال 3 كيلو د المشماش، غندير ليها 1 كيلو ونص نتاع السكر او سنيده. صافي كما كتلاحظوا معايا كنفتح المشماشه، كنحيد ليها ديك النواه ديالها، كنحاول نحيد هذاك الرويس الكيح اللي كيكون لاصق في النواه. صافي كنبقاو على هذه الطريقه هذه حتى كنساليوه كامل. كما كتشوفوا معايا المشماش باقي طري، يعني باقي شاد راسو، ولكن الحلاوه خصو يكون صراحه شويه في الحلاوه متوازن، ما خصوش يكون مر بزاف، ما خصوش يكون حامض، خصو يكون في القياس ديالو في الحلاوه باش ما يجيكمش الكونفيتير حامض بزاف. كما كتشوفوا طري المشماش، سرقاه من من الجرده نتاع الجيران. كنضحك معكم البنات، يعني غير في اطار الضحك وصافي. صافي كتبقاو متبعين بحال هاد الطريقه هذه حتى كتساليوه كامل كيف ما غتشوفوا معايا. وهنا حيت كملناه كامل، صافي دابا وصلنا للمرحله ديال باش نضيفوا السكر. هي صراحه كاين اللي كيدير ليه السنيده وتيخليه يبات حتى كيطلق الماء ديالو، حتى كيولي كيطلق داك السيرو ديالو. وإلا ما كانش عندكم الوقت صافي كطيبوه في ديك الوقيته، يعني كتضيفوا ليه السكر، كتعصروا ليه واحد الحامضه او لا حامضه ونص او لا حتى 2 حامضات على حسابكم نتوما وشنو اللي بغيتو. غير المهم ضروري من الحامض، حيت هو اللي كيحسن الذوق نتاع الكونفيتير، كيعطي هذيك المذاق نتاع شويه الحموضيه ديال الحامض، ماشي نتاع ما خصش يكون المشماش حامض ولا يكون مر. كما قلت لكم خص ضروري يكون هو في الحلاوه متوازن، وضروري كنضيفوا ليه هذا الحامض حيت هو اللي كيعطي ديك البنه ديال الحموضيه ديال الحامض ماشي ديال المشماش. هنا كنشعل ليه النار، ضروريش في الاول تكون مجهده، ولكن ضروري مع التحريك حيت باش ما يلصقش لكم، حيت ما كيكونش طلق الماء ديالو، يعني كيكون باقي ناشف. ولكن من بعد حيت كيبقى يطبخ ضروري كتنقصوا النار شويه، وباش تفاداو هذيك ديك الرغوه اللي تيطلق في الاول كتزيدوا واحد المعلقه ونص ديال الزبده كيف ما كتشوفوا. هي كتحيد هذيك الكشكوشه ما كتبقاش، حيت ما خصهاش تكون، حيت يطيب الكونفيتير ما خصهاش تبقى فيه هذيك الزبده، كتخليه تحيد منها كما كتشوفوا، حيت كدوز 5 دقائق ديك الكشكوشه ما كتبقاش ديال المشماش اللي كيطلق. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا المربى ديالنا راه وجد وطاب، يعني ولا قاصح وخاتر. صافي دابا كنخليوه غير يبرد شويه، كنعاودوا نقلبوا ونهزوا طبسيل وكنخويو فيه شويه باش نتاكدوا بانه صافي يعني ولا واجد. كنديروه في الطبسيل شويه وكنبقاو نميلوا الطبسيل الى ما يعني ما سحش دغيا او لا بقى جاري، راه كيبقى باين. دابا نتوما كتشوفوا كنحرك الطبسيل تيبقى واقف في بلاصتو، يعني هنا راه وجد الكونفيتير ديالنا. صافي هنايا كنجيبوا قريعات يكونوا نقيين، كنخويو في هذاك الكونفيتير، خص ضروري يكون سخون حيت هذه هي الحاجه الوحيده اللي كتخليه يبقى محتفظ العام كله. وضروري تزيروا القرعه مزيان هكا باش ما يدخلش ليها النفس، وغادي يبقى معكم صدقوني محتفظ العام كله. صافي كيما كتشوفوا معايا وصلنا للنهايه، فكنتمنى من الله ما تبخلوش عليا بالاعجاب والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.